تخيل كده معايا اللحظة زمان قبل ما الموبايلات الذكية تبقى في ايد كل واحد فينا. الناس كانت بتعمل ايه لما تسافر بلد غريبة؟ يا ترى كانوا بيعرفوا الطريق ازاي؟ طب لو تاهوا في شارع ضلمة في مدينة ما يعرفوش لغتها، كانوا بيتصرفوا ازاي؟ السؤال ده هجاوبك عليه في اخر الفيديو بإجابة هتصدمك عن كمية المعاناة اللي البشر عاشوها. بس خليني دلوقتي اقولك اننا في نعمة كبيرة اسمها التطبيقات اللي سهلت حياتنا وحولتها 180 درجة. ومن اهم التطبيقات دي اللي بتخليك متصل بالإنترنت في أي مكان في العالم من غير ما تدفع دم قلبك لشركات الاتصالات في الرومينج. النهاردة بقى جاي أكلمك عن تجربتي الشخصية والواقعية جدا مع تطبيق اون اوف ترافل داتا اي سيم. التطبيق ده وظيفته ببساطة انه بيحول موبايلك لمحطة استقبال انترنت في اكتر من دولة من غير ما تحتاج تشتري شريحة حقيقية ولا تقف في طوابير المطارات. يعني هو بيبيع لك شريحة إلكترونية أو إي سيم بتنزل على موبايلك وانت قاعد في بيتك. أنا قررت أجرب التطبيق ده في سفريتي الأخيرة وقلت لازم أنقل لكم الصورة كاملة، الحلو والوحش، عشان محدش يقع في الأخطاء اللي ناس كتيرة وقعت فيها. مبدئيا كده طريقة استخدام التطبيق سهلة جدا بس محتاجة تركيز. أول ما بتنزل التطبيق وتفتحه بتلاقي قدامك قائمة بالدول المتاحة. تختار الدولة اللي انت مسافر ليها وبتحدد الباقة اللي تناسبك سواء 1 جيجا او اكتر ولمدة كام يوم، وبعدين بتدفع بالفيزا بتاعتك عادي جدا. وهنا بقى بتيجي اهم خطوة وهي التفعيل. التطبيق بيديك خطوات واضحة عشان تضيف الشريحة الالكترونية دي. الاعدادات، تخش على الاعدادات في موبايلك. لحد هنا الكلام جميل وزي الفل، بس خد بالك بقى من الكوارث اللي ممكن تحصل لو اتعملت غلط. اول غلطة واشهر غلطة الناس بتقع فيها هي ان موبايلك اصلا ما يكونش بيدعم خاصية الاي سيم. يا جماعة مش كل الموبايلات بتدعمها، فلو اشتريت الباقة وموبايلك قديم شوية او مش بيدعم الخاصية دي فلوسك راحت عليك حرفيا، لان التطبيق مش هيرجع لك الفلوس. الغلطة التانية اللي شفت ناس كتيرة بتعملها هي انهم بيفعلوا الباقة وهم لسه في مصر قبل ما يسافروا، وده بيخلي عدد الايام يبدأ يعد عليك وانت لسه ما استفدتش بالنت. الصح انك تشتريها وتجهزها بس ما تشغلش داتا رومينج غير لما الطيارة تنزل في البلد اللي انت رايحها. الميزة الحقيقية اللي لمستها في اون اوف ترافل هي السرعة في الانجاز. حرفيا في دقيقة كان معايا نت وشغال جوجل مابس وبكلم اهلي فيديو كول. كمان الميزة الاهم ان رقمي المصري الاساسي فضل شغال عشان رسائل البنك والشغل، وما اضطريتش اشيل الشريحة واحط شريحة تانية. لكن نيجي بقى للوش التاني، عيوب التطبيق ده من واقع تجربة المستخدمين على البلاي ستور، ان عدد الدول اللي فيه محدود شوية مقارنة بتطبيقات تانية. يعني لو مسافر دولة مش سياحية قوي ممكن ما تلاقيهاش. وكمان الدعم الفني بتاعهم ساعات بيكون بطيء في الرد، وده بينقلنا لآراء الناس على المتجر. لما دخلت قلبت في التعليقات لقيت الناس منقسمة، الناس طايرة بيه من الفرحة وناس بتعيط على فلوسها. أكتر تعليق أخد لايك وتفاعل كان لواحد بيقول تطبيق فكرته ممتازة وسعره حلو جدا مقارنة بالرومينج، لكن واجهتني مشكلة إن النت قطع فجأة والدعم الفني مردش عليا غير بعد يومين. يا ريت تحسنوا خدمة العملاء. وده فعلا بيعكس المشكلة الأزلية في النوع ده من التطبيقات. لو حصل عطل تقني انت وحظك. عشان كده نصيحتي ليك عشان تستخدم التطبيق صح، اولا اتأكد ان موبايلك مفتوح على كل الشبكات وبيدعم الاي سيم. ثانيا ما تمسحش ملف الشريحة من اعدادات موبايلك ابدا حتى لو النت قطع، لانك لو مسحته مش هتعرف ترجعه تاني وهتضطر تشتري واحدة جديدة. ثالثا لو انت مسافر مكان بعيد او عايز بدايل، في تطبيقات تانية قوية جدا زي تطبيق اير الو، ده الاشهر والاكثر استقرارا. تطبيق هولا فلاي، وده ميزته انه بيديك نت غير محدود بس سعره اغلى شويتين. نرجع بقى للسؤال اللي بدأنا بيه الفيديو. زمان يا صديقي قبل الاختراعات دي المسافر كان بيعتمدوا على الخرائط الورقية اللي بتتقطع وبتتبهدل منهم، وكانوا بيضطروا يسألوا المرة بلغة الإشارة لو مش عارفين اللغة. كان السفر عبارة عن مغامرة مجهولة المصير. ولما ظهرت الموبايلات في الأول كان دقيقة المكالمة الدولية بتتكلف ثروة. فاحمد ربنا على نعمة التطبيقات دي اللي خلت العالم كله في جيبك الصغير. لو عجبك الفيديو وتجربته الواقعية متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن ازاي التكنولوجيا بتسهل حياتنا. سلام.